مساء الخير. قبل شوي قرأت خبر عن طالب مصري حطم النظرية النسبية بتاعت أينشتاين. هلا هل الطالب فعلا قدر يعمل هيك أو لا؟ ما بعرف، الله أعلم. يعني مين أنا عشان أحكم يعني. بس اللجنة المسؤولة عن الطالب قالت إنه نظرية هذا الطالب المصري حتكون لها صدى عالمي كبير، والطالب عنده وجهة نظر مدعمة أو مدعومة بالعلم. طبعا مشان الخبر جايكم في الخبر، وعنده دلالات على هذا الخبر. إنه أعطوه للطالب المصري 200 جنيه، يعني تقريبا $6.50. فيعني عندكم طالب انتوا مقتنعين انه قادر انه يواجه اينشتاين، اينشتاين عالم كبير، وبتعطوه تقريبا $6.50. والله ما انا عارف ايش ده. هو انا اللي كافر يعني؟